دماغ الرجاله الجزء التاني. مبدئيا ما بنفهمش جمله احنا لسه مسحين او لسه منضفين، ما بيعرفش يترجمه. ما تدوس على الارض عشان احنا لسه مسحين، يخش بالجزمه عشان يشوف احنا مسحين ايه بالظبط. كلمة ترتيب، أنا مرتبة ذرة في الدولاب، نزلت خلاص الشتوي وطلعت الصيفي، ندور على شراب خلاص. الله يرحمه الدولاب كان نفسي اشوفه متروق. عندناش في قاموس كلمه تحمض او تبوظ. اللبن انا اخدته من التلاجة، شربت من البق وسبته بره التلاجة، كده اللبن ده هيحمض او هيبوظ؟ انا مش شايف فيها اي حاجه. بتطبخي في امان الله وهو مصر يشوف الرز من قبل ما يستوي، محتاج ان هو يبقى متغطي عليه، او هفتح اشوف ليه متغطي عليه. لحظه حنيه ملهاش اي لازمه، انت مش عارفه جت منين. يبتدي يحس ان انت بتقلي في الزيت وخايف عليكي من السخونيه. اتمرن باسكت بقى، من ابعد حته نرمي كبشه البطاطس، احنا كده نجحنا في الميشن بتاعتنا. خاف على البيت بقى، خاف على المطبخ، خاف على العماره كلها هتولع بينا. الادراج والظرف ما بنستخدمهمش. لا انا ظلمتكم بصراحه وافورنا في القصه دي، انتوا عارفين استخدامها بس هي ملهاش اي ستين لازمه. رص الدرج واحط فيه الحاجه واظبط طلع لي كل اللي في الدرج عشان انت مش لاقي اللي في الدرج اصلا. يعني اول مره اشوف حد يشوف ضرفه مرتبه يتلخبط ويتوتر وما يلاقيش حاجته. هو اصلا الدرج ملخصه كل الرجاله درجه هي قصافه وشاحن موبايل بس. مش فاهمين معنى الشنط البلاستيك. همشي بالحاجه ودلدقها طول الطريق تمام. نيتش المكوه اللي انا بجمعها من البيت للراجل تمرمط وتمسح الشقه رايح راجع في الطرقه حد ما اديها له عشان انا مش مقتنع اشيلها في كيس بلاستيك. الفاكهه والفشار واللب واي نوع سناكس مش محتاج اطباق. اكتر حاجه بتقع، يعني انا ممكن اكل انا والسجاده والكنبه والصالون، ما عنديش حاجه بنساها. انا اي حاجه نسيتها يبقى هي ما كانتش موجوده. انا رايح فرن عيش بلدي ما عندوش عيش، خلص كل حاجه خلصت. رايح سوبر ماركت مش لاقي جبنه، خلصت. اعمل ايه؟ لازم اسيب اي اثار وجبه باكلها، وهبقى كويس واقتنع ان انا الاطباق بعد ما اخلصها هدخلها الحوض فرفدت حوالين الاطباق فمش هجمعهم. لو مسحت اللي انا فرفدته جنب الاطباق ففي وقع على الارض وعلى الكنبه وجنبي وعلى هدومي وانا مش همسحهم. حط بالصينيه وخدتها واكلت فيها، هسيب الصينيه بالاطباق بالحاجه في نص الصاله.